بسم الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قناة جزائرية راح تقدم لكم اليوم بغيوش خفيف بنين معسل حتى للقلب بلا بات لوفي فيوتي، العجينة المخمرة المورقة. هنا عندي المقادير: نحتاج 500 غرام فارينة، ونحتاج كيلو حليب دافئ، حبة من البيض، ضفت هنا نصف ملعقة من محسن الخبز، نصف ملعقة. حذاري تقيدوا بالمقادير. هنا شوفوا واش راني ندير. هذاك المحسن ما نحطوش مع السوائل، وانما نحطو مع الفارينه، نخلطو هكذا مع الفارينه. هنا ضفت ملعقه كبيره معمره ملح بومبي من الملح، وكذلك الملح نحطو مع الفارينه هكذا ونبدا نحرك. هنا ضفت نصف ملعقه من لافاني. هنا ضفت 5 ملاعق من الزيت العادية، كما راكم تشوفوا. وهنا نضيف حوالي 5 إلى 6 ملاعق من السكر العادي، سكر كريستاليزي. هنا البنات هاد لاباط هنا ناكتيفيو الخميرة ديالنا، خميرة الخبز، في الماء ونحطوها هكا تخمر شوية لو طون اللي نبداو نحركو ندمجو في المكونات ونخلطوا العجين ديالنا. هذه هي. شوفوا البنات هنا لما اختمرت شويه نجيبو نطمو بها العجينه ديالنا، نروحوا لها بشويه هكذا ونبداو ندمجو في المكونات كما راكم تشوفوا هكذا. هاد العجينه تصلح البنات الكرواسون، بتي بان، البغيوش كما قلنا. هنا العجينه ديالنا شوفوا كيفاش راهي متماسكه، ماشي تلصق في اليد. نحطوها سوغ لو بلون دو طرافاي ونبداو نعجنوها هكا دون 2 مينوت با بلوس. فوالا، نحطوها دوكا تيك اكوتي ونغطيوها بكيس بلاستيكي هكذا ونخلوها تختمر لو طون اللي نوجدو زبدة التوريق ديالنا. عندنا 500 غرام فارينة، نحتاج إلى 250 غرام من الزبدة، وحوالي 50 غرام من زبدة لابيل. هنا نقطع الزبدة هذه باش تساعدني في الخدمة. وبيان سور الزبدة ديالنا زبدة التوريق نخلوها برا باش تكون غامولي، نقدروا نخدموها وتساعدنا في الخدمة هكذا. جبت هذاك البابي تاع الزبده وراني نخدم به هكا فوق الاخر باش يساعدني في الخدمه ديالي. وجدت الزبده حطيتها اكوتي. دوكا نروحوا للعجين ديالنا. فتحت العجينه تاعنا وحطيت في السونتر دو لاباط، نحطها هكذا في الوسط ونغلق في لي كوتي. هذه تعودت عليها الطريقه، راهي سهله وبسيطه. هنا نفتح العجينه ديالي، نقوم نحل العجينه ديالي هكذا ونشوفوا كيفاش الطيه هذه كيفاش نديرها. نغلقها كامل في ليكوتي ونقلبها هكذا ونخليها تروبوزي مده 10 دقائق او ربع ساعه. رحت غسلت المواعن، درت لافيسيل، ودوكا لما ارتاحت العجينه ديالي جيت باش نفيتيها. الان نفتحها مليح مليح، نرققها ونطويها للكوتي لي من هيك هكذا. نطويها على 2 ونزيد نطويها على 3، نطويها بالطول حب يقول، وزيد نطويها بالعرض. نزيد نفتحها كامل حتى نرققها مليح. وشوفوا هذه الطيه الثانيه كيفاش راني نطوي فيها هكذا. ونجيبها من الجهه الجهه اليمنى ونحطها هكا بالطول ونبدا نفتح فيها بالعرض. نزيد نفتحها تري بيان ونزيد نطويها كما راكم تشوفوا هكذا. هاي الصورة هاي تعبر على نفسها. هكذا ونزيد نطويها من هاد الجهة. الآن البنات نقطع لاباط ديالي على 2، نقسمها اون 2، نحط
شوي هذاك النصف الآخر نحلّو باش نخدمو معاكم، والنصف الآخر احتفظت به في الثلاجة في الكونجيلاتور. هنا جبت الماء، بعد ما حليت العجينة ديالي جبت الماء، راني ندير الماء هكا ونقطع لي كوتي بيان سور. جبت شوية كونفيتور، معجون البرتقال مع فيرميسيل شوكولا، وراني نحط هكذا. الطريقة راهي واضحة وبسيطة. هذاك المعجون يخليه معسل لداخل، يعطيه بنة رائعة البنات. جربوا الوصفة ما راكمش راحين تندموا. هنا جبت سكين يكون قاطع، شلحت هذاك العجين ديالي، وهنا بنفس الطريقة درت هادوما الصغار، خليتها حوالي 3 سوايع وهي 3 زور وهي تختمر. بعد ما اختمرت وطلعت ديفلوبات هذيك العجينة، جبت صفار بيضاء وشوية قهوة، خلطت مع قهوة سريعة الذوبان، وطليت من الفوق العجين ديالي ودخلته مباشرة للفور. الفور كان شاعل على أقصى درجة البنات، وبعد ما دخلت السنيمة شعلت غير التحتاني وطفيت الفوقاني على درجة 180 درجة. نقصوا للفرن 180 درجة وخلوه يطيب بعقله البنات. ومن بعد كي ديفلوبا ويطلع ويطيب من الجهة التحتانية شعلي الفوقاني حتى يزيد يحمر لك هكذا ويجي طري. شوفي معسل للقلب، شوفوا معسل الله يبارك عليه وبنين ويجي خفيف ريشة. والله صدقوني جربوها حتنجح لكم ورايحين تدعيوا لي. وما تنساوش التعليقات في لي كومونتير المحفزة، وان شاء الله تجربوها وتنجح لكم. ونقول لكم الى هنا ينتهي لقائي بكم وينتهي هذا الفيديو. وما تنسوش تجربوا الوصفة لأنها ناجحة 100%. ونقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.